جدا، وقلت انا مفيش مشكله عندي خالص اجي اشارك احتياطي اقعد اساسي، الملعب اللي يحكم ما عنديش ازمه. يعني انت الحمد لله انت قلت اللي عندك صح. اتفضل. الناس دي مش كويسه، انا بقولها لك كده على الاخر. الناس دي مش محترمه اصلا وما بتحترمش بلد مصر. يعني انا اسف الكلام ده اللي بقوله لك، طبعا انت طبعا انا بس عايز استاذنك يا كابتن عصام، حته يعني انا هسمع واديك الحريه براحتك، بس بلاش نتجاوز في حق حد. لا 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 انا بص بعد اذنك يا كابتن سيف، انا بعد اذنك انا بقول لك الناس دي مش كويسه، والناس دي مش محترمه، والناس دي ما بتحبش. طب انا بس بتحفظ على حته مش محترمه عشان خاطري. كابتن سيف بعد اذنك انا بعد اذنك. لا عصام بلاش حته مش محترمه، مش هينفع. ما بتحبش البلد زي ما احنا بنحبها. تمام. الناس دي طلعت كلام كذب، هم اصحاب الكذب، هم اصلا كلام الكذب كله. والناس دي احنا كنا كويسين معاهم لاخر يوم، احنا بنتعب بنجتهد بنشتغل عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر نحافظ على اسم بلدنا. قلنا نشتغل شايلة جزم، قلنا نشيل الإقماع، قلنا نشيل الكور عشان بنحب بلدنا. الناس دي لو بتحب البلد تسيب بلد. لو في مصالح شخصية وفي شد وفي جذب يسيبوا المشاكل ويبصوا لمصلحة البلد زي ما هم بيقولوا. الناس دي اصلا ما بتقولش كده. الناس دي اول ما يطلع قرار تصريح مثلا، حتى لو تصريح مش غلط، يعني مثلا واحد صرح قال ان الحاضر في منتخب مصر، تلاقي المعلم زكي طلع يصرح بعدها بنص ساعه ان ما فيش حاجه من دي. الكابتن العظيم الكابتن ضياء السيد طلع يقول احنا الكلام مش في ايدينا، الكلام في ايد مستر بوب. احنا عايزين نعرف مين اللي بيمشي منتخب مصر، مين اللي بيحب منتخب مصر، مين اللي بيقول كلمة منتخب مصر. هو كل واحد في الجهاز الفني بيحب 3 لعيبة 4 لعيبة بيحبهم على صدره، ليه مصلحة معاهم يجيبهم. طب اسألك سؤال يا كابتن سيف. اتفضل. لعيبة كتير موجودة دلوقتي في منتخب مصر ماشي، عملت مشاكل الدنيا وطلعت قالت للجهاز الفني ده وكذا 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 وكذا، والنهارده موجودين في منتخب مصر وبيلعبوا المنتخب مصر. ناس ما عملتش حاجه وما اتكلمتش حاجه وما اعطتش حاجه لبلدها ولا عملت اي حاجه خالص، واحنا اتعورنا ولعبنا وعشان منتخب بلدنا وعملنا. قالوا مين جول منتخب مصر؟ قلنا يا جماعه احنا ما فيش مشكله عندنا مع حد، نيجي نتمرن ونشتغل ونشوف انتوا عايزين اللي انتوا عايزين تلعبوا العبوه. لو عوزتونا يوم الماتش نشيل الميه نشيل الميه، نشيل الجزم. ورغم كده انا اصلا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده ولا عايز اتكلم في حاجه من دي، لان احنا داخلين على فتره صعبه وحساسه مش محتاجه ان انا كنت اتكلم في كده. بس كل انت على يدك، كل معسكر عندنا وجهات نظر ان في لاعيبه تبقى موجوده ومش موجوده. عندنا فتره ان مين المعسكر ده هنضم مين ومش مين. عصام انا عايز اعرف حالتك بس. انا بس يعني خد بس اللي جايه، بس خد اللي جايه بس دي، خد اللي جايه دي. وفي الاخر يقول لك ايه؟ احنا يا جماعه والله ما في مشكله بيننا وبين حد. المشكله احنا عندنا ان احنا بنشوف ناس وبنطبق ناس. يا راجل ده ضموا 120 لعيب في خلال سنه و20 يوم. طب احنا سيبنا عصام من كل ده. انا عايز اعرف مشكلتك. انت قعدت مع المنتخب، حصل اتفاق؟ قعد مع مين؟ ده هم اكتر ناس كانوا بيطلعوا هم يكذبوا الحاجات دي يا كابتن سيف. دي تعرفك يا كابتن سيف، دي تعرفك ان الناس دي مهز سالكه جواهم مش كويس. يعني بص يا عصام، احنا مش عايزين ناخد انت قلت حته حلوه دلوقتي. اسمعني بس اسمعني انت قلت لا انت قلت حته حلوه دلوقتي. قلت ايه؟ قلت ان احنا سمعنا ان الحضري اجتمع مع مستر بوب وبتاع. تمام. قلت لك كويس. حتى يا سيدي لو انت حتى قالوا ان الحضري قاعد مع مستر بوب، اطلع انت قول باي طريقه ان شاء الله انت حتى بكذا. ده بيطلع مخصوص يرفع السماعه ويكلم الصحفي بنفسه. الكابتن العظيم الكابتن زكي يطلع يكلم الصحفي عشان يكذب الخبر. الكابتن ضياء يطلع يقول لك والله احنا الحضري. يا عم سيبك من الشعر، حضري مين؟ خبرة مين وحضري مين يا عم؟ الله يهديك. حضري مين؟ يطلع يقول لك الحضري الشعر وعظيم وخبرة ونستفادوا المنتخب مصر والحاجات دي كلها. يا عم اطلع قول الحضري موجود ولا مش موجود. يقول لك في يد برادلي يعني هتعلم من مشناه. وصلت ان عصام الحضري
يبقى في يد برادلي ده انا بطلها. لا 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 عصام، هو ده كلام برضو، معلش. لا 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 دي واحده، ما هو الطبيعي هو المدير الفني لمنتخب مصر، يعني هو برضو صاحب القرار. تبطلها ليه؟ انت راجل، خلينا انا سمعتك، اسمعني بس دي واحده يا كابتن عصام، اسمعني، انا سمعتك. انت لا انت واضح انت منفعل، انت راجل محترف، فالطبيعي ان انت تبقى قرار مشاركتك في ايد مستر برادلي، هو المدير الفني. انت النهارده احترفت في اي حته. كابتن سيف عشان نقفل الموضوع ده، انا تاريخي اكبر ما ارد على الناس دي كلها، وعطيت لبلدي، يزيدني شرف ان انا عطيت لبلدي وعملت لبلدي كل حاجه حلوه. انا اكبر ان انا تاريخي واسمي اكبر من الناس اللي موجوده دي، وارد على الناس اللي موجوده دي خالص. تمام. انت عندك كل حاجه، وعارف مين اللي شتم اللي غلط في الجهاز الفني، وانت عارف مين اللي غلط في اللعيبه وغلط في بلده، ورغم كده موجودين. انا عايزك بس يا كابتن عصام، انت عشان تاريخك كبير. اذكر اسامي، لان الاسامي زمايلي دي دول زمايلي، مش عايز اذكر اسامي. ايوه عصام، خلينا بس احنا في مرحله، عشان انت تاريخك كبير، المرحله دي ما ينفعش فيها كده، يعني معلش. لا، ما خلاص انا قلت لك انا خلاص انا قلت اللي جوايا. تمام. قلت لك ان انا اكبر اسمي وتاريخي اكبر من ضيع السيد وزكي عبد الفتاح. لا انا يعني بس خلينا انا برضه اتحفظ معاك. كابتن عصام الحضري كابتن كبير، اسم كبير. كابتن ضياء شخصيه كبيره، مدرب عام، عامل انجازات. كابتن زكي، خلينا نحترم كل الناس لهم هم يعني مش لي انا. يعني خلينا برضه نبقى ايه في الحته دي منصفين. على العموم يا كابتن عصام، انا لما اتكلمت معاك بعد اذنك ان انت بعيد عن الاتحاد. ما هو انا بعيد والله، بس انا بحفظ. لا انا بعد اذنك، انا بقول بص، انا مش حد حاسب بالحلقان والدقيقه اللي انا فيها دي دلوقتي. ما انا طالبك ومديك حريتك. تصدق بالله لو بكره اتغلبنا وهم وصلنا كاس عالم، بكره هيركبوا اول طياره ويروحوا امريكا ولا كان اي حاجه حصل. انا بقولها لك اهو. ان شاء الله باذن الله ما يبقاش كده، بس اهدى كده وصلي على النبي. انا بقولها لك دلوقتي، لو قدر الله، بص احنا ان شاء الله هنوصل، ان شاء الله هنوصل كاس عالم. طب قول ان شاء الله هنوصل تاني، قول ان شاء الله هنوصل تاني. لا انا بقول لك ان شاء الله هنوصل كاس عالم، انا ما قلتلكش حاجه. طب انت هتدعي ان نوصل كاس عالم برضه؟ انا بقول لك ان شاء الله نوصل كاس عالم، بس بقول لك لا قدر الله حاجه حصلت، هم الاثنين دولت هيسافروا ولا كأن حاجه حصلت، هيركبوا طيارتهم ويطلعوا على امريكا ولا اي حاجه حصلت. بح وزعلوا 90 مليون. ليه؟ احنا قلنا لا، قلنا يا جماعه لو انت يا عم زكي زعلان من الحضري اطلع قول، يا عم ضياء زعلان من كذا اطلع قول. ده في ناس عملت اكتر من اللي انا عملته وموجودين. طب انا عايز اسالك سؤال بس. وفي الاخر زي ما قلت لك انا اكبر ان انا هرد على الناس دي. طب انا مش بكلمك دلوقتي، انا مش واقول عليهم حسبي الله ونعم الوكيل بس. خلاص. انا بشكرك شكرا